داود النبي نموذج للإنسان اللي بيعيش في غنى وفي رعاية وفي كنف الله، فيقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، لا يعوزني شيء. داود النبي فتح المجال لكل الأبرار وكل الأحباء أن يتغنوا ويغتنوا بكلمات حلوة مع الله. داود النبي أحبه قديسنا الأنبا كراس وكان يتغنى بمزاميره، واشتهى أن يراه في الجسد. وحينما جاء الرب القدوس ليستلم روحه طلب منه أنه يطلب طلبة، فقال له ازاي أطلب طلبة وانت معايا يا ربي؟ قال له لازم تطلب يا ابني حبيبي كراس، لأن عارف ان انت عايز حاجة معينة، انا عايز ألبيها لك عشان البشرية تعرف كلها ان انا بسمع لطلبات اولادي. فقال له اريد رؤية داود في الجسد. فجاء داود ومعه قيصرته الروحانية، وفرح وتهلل قديسنا الأنبا كراس برؤية داود.